المشكله اللي دوخت كتير من الناس ومش لاقي لها حل. عندي ليك ان شاء الله 3 حلول، والرابع ان شاء الله الرحمن هيبقى مفاجاه الفيديو في اخر الفيديو ان شاء الله. استنى معايا في مفاجاه. هنبدا النهارده اقول لك على مشكله الاتش دي ام اي. اولا مشكله الاتش دي ام اي يا رب تكون واضحه معاك. شايفها كده؟ واحده مقطومه واحده عاديه. دي بتعمل لي مشاكل كتيره جدا، وقلت عليها اكتر من 5 فيديوهات، وفي ناس شكت منها كتير. عملت لي مشكله فين؟ في البورده بتاعه الشاشه. دي بورده الشاشه يا جماعه. عندي 2 اتش دي اهو. يا رب تكون واضحه معاكم كده الصوره اهو 2. طيب وعندي الاي في الفيديو اللي هو هيشتغل على وصله 3 في 1 اهي. 3 في 1. بجيب لك حلول قسما بالله. الحلول دي ما حد هيقولها لك بفضل الله غير العبد لله على القناه بتاع الدش. لايك وشير. ولو عندك اي مشكله في اي حاجه سيبها لي في التعليقات وانا هرد عليك باذن الله على مشكلتك مخصوص. بس خد المشكله دي النهارده عشان خاطر دي فيها حيره وفيها تغيير بورده. ركز معايا في اول حل. اول حل ركبت الاتش دي ام اي اهو في الشاشه عندي زي كده في الريسيفر. ما جابتش معايا صوره زي ما قلت لك امبارح في الشاشه الزرقاء. هات اتش دي ام اي 1 و2 و3 وجرب. ما اشتغلش معاك ابدا غير الريسيفر وشوف. تاني هام ما نفعش معاك غير الوصله الاتش دي ام اي دي خالص. غيرها خالص وارجع شوف المشكله في الجديده هي ولا لا. طيب هي يا طه، وبرضه القصه ما زالت موجوده معايا. اعمل ايه؟ خش على الحل الثالث الاي في 3 في 1 دي اهي. اركبها عندي. هتلاقي هنا دايما الاصفر اهو واضح معايا كده في الصوره ان شاء الله. يا رب يكون واضح. الاصفر عندي موجود تمام. الاصفر عندي موجود اهو. ده بيبقى دايما 90% في الاصل اهو. الاصفر اهو. والابيض والاحمر دولت بيبقى صوره مفيش صوت مقصود مفيش مشكله. هنا هاخد واحد واحطها في الاي في في الرصيف. اي في في الريسيفر في ظهره من ورا. وامسك الريموت بتاع الشاشه. لما اروح على ام اي اتش دي ام اي 1 او 2 و3 هخليني على الاي في. هتروح جايب معاك صوره ان شاء الرحمن. طيب ما جابتش معايا صوره طه دلوقتي. المفاجاه لو الثلاث حلول دول ما جابوش معاك فايده وما اشتغلتش اي حاجه فيهم وانت فاكر ان الشاشه فيها مشكله، فعلا انت معاك حق. كده البورده للاسف الشديد حرق مكانها الاي سي بتاع اللي هو موصل الاي في والاتش دي ام اي الاثنين. هو بس هو المكون بيبقى شغال على القصه دي. يعني الثلاثه دولت مربوطين ببعض. عندي حصل في الشاشه بتاعتي انا شخصيا اهي وباظت البورده دي وغيرتها والله بسبب ان الاتش دي فصل اول واحد والاتش دي تاني فصل. بعد كده الاي في فصل. الثلاثه فصلوا فانا ما عنديش حاجه دي وهي شغاله بس مش هتجيب معايا ولا صوت ولا صوره. هي هتجيب بس بيانات الشاشه قدامي. فالنهارده قلت لك على الثلاث معلومات. والرابعه اللي قلت لك عليها ان هي فعلا هتحرق الشاشه او هتحرق البورده. ده كان الحاجه بتاعت الفيديو ان فعلا في لازم تغير بورده وانت ونصيبك بقى فيها. كانت سمارت هتبقى غاليه شويه في السعر. اللي كانت عليه زي كده هتبقى قليله في السعر. وطبعا انا قلت لك ان دي ورا كل المشاكل اللي بيحصل فيها الشغل كله اهي طومه قدامك. عشان كده بقول لك لازم تركز تعمل القصه دي في الاول بتاعت الاتش دي تغيرها. بعد كده تجيب الثلاثه في واحد وتغيرها. بعد كده تغير الريسيفر. بعد كده تشوف بقى القصه لو في دي يبقى انت خلاص كده مش هتعرف تغير حاجه غير دي. طب ليه انا بعمل كل ده معاك وبفهمك واعرفك الدنيا ماشيه ازاي؟ مش خاطر ما فيش حد يضحك عليك في حاجه. تبقى فاهم انت ايه المشكله عندك في الثلاث حلول بفضل الله رب العالمين. لو عندك اي مشكله سيبها لنا في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليها. وصلنا عنك.